شوف ازاي رد البابا شنودة على رئيس السادات بكلمة فيها حكمة وهدوء يخلوك تحس بعظمة الراجل ده. ايه ازيكم؟ كان في اواخر السبعينات، كان الجو في مصر مشحون بعد اتفاقية كامب ديفيد، وكان في توتر بين الدولة وبعض الطوائف. البابا شنودة وقتها كان بيدافع عن حقوق الأقباط بكل شجاعة، وكان صوته دايما بيقول الحق حتى لو أغضب الحاكم. وفي مرة الرئيس السادات قال كلام فيه نوع من العتاب والاتهام للبابا، فقام البابا رد عليه بكل هدوء وقال الجملة المشهورة: أنا مستعد أقدم لمحاكمة على كل كلمة قلتها، لكن مش هقدر أتنازل عن حقي كراعي ومسؤول عن أولادي. الكلمة دي خلت الكل يحترمه أكتر، لأنه كان بيتكلم بثقة الراعي مش السياسي. وبالرغم من السادات بعد كده قرر عزل البابا شنودة ووضعه في دير الأنبا بشوي سنة 81، إلا أن البابا تقبل ده بهدوء وصلاة، وقال وقتها: اللي سمح هو الله، ولا بد أن يكون له تدبير صالح. فعلا بعد رحيل السادات رجع البابا شنودة إلى كرسيه بعد فترة، واستقبله الشعب القبطي استقبال مهيب. فضل الإيمان والصلاة على السياسة والكلام. فالبابا شنودة علمنا إن القوة الحقيقية مش في المواجهة أو الصوت العالي، لكن في الإيمان والهدوء والصبر والثقة في تدبير ربنا. لو عجبتك القصة لايك ومتابعة، واستنوا المفاجآت.